يا مساء الخيرات يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ اول ورقتين انتوا شايفينهم دول ورقتين اللي فيهم محتويات الشاليه يا جماعة. الشاليه ده اللي هو القطين عشان تبقوا عارفين. زي ما انتوا شايفين كده، السفرة على جنب والصالون في الوش، يعني هي الصالة ضمة السفرة، والصالون مش زي الشاليه التاني كل واحد في أوضة لوحده، فاهميني؟ في برضو هنا التكييف بتاعه، وفي ال التلفزيون. وادي الصالون يا جماعة، فيه 4 كراسي والترابيزة، مفيش كنبة في الصالة. يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو، بجيب لكم التفاصيل علشان تبقوا ايه ملمين بالشاليه كأنكم انتوا فيه بالظبط. ادي السفرة برضو عليها بتاعت الصالة القبلة، ودي اول اوضة معايا. انا مش عارفة مستعجلة على ايه. ادي الاوضة فيها سريرين كبار، ما شاء الله السريرين دول كبار يعني يشيلوا نفرين. وفيها برضو الشباك، وفيها دولاب. محتويات الأوضة الطبيعية ما تقلقوش، يعني هي برضو محتويات الأوضة الطبيعية. فيها بقى التسريحة، وفيها كومودينو، وفيها دولابين. بص الأوضة دي فيها دولاب هنا اهو، وفيها الدولاب التاني الكبير بتاعها. ادي كده اهو، بوريكم الدولاب ما شاء الله. انتوا اصلا مش هتحتاجوا يعني تستخدموا كل الدواليب دي، يعني ما تقلقوش. والأوضة نظيفة، وكل حاجة انت بتسلميها نظيفة زي ما انتوا شايفين. ادي سفرة، ودي الصالون، والأوضة اللي انا وريتها لكم. نيجي بقى كده، دي الطرقة الصغيرة، دي الأوضة الستاندر، وده الحمام. سوري يا جماعة، ده الحمام اهو. بوريكم الحمام على ايدي الشمال، في الغسالة، وفي كابينة الدش، وفي كل مستلزمات الحمام. كل حاجة شغالة، والسخان شغال، وكل حاجة تمام. وبيسيبولك الحاجة كلها نظيفة يعني. نيجي بقى للأوضة الستاندر اللي هي الأساسية بتاعة الشاليه. هي دي ليها الحمام الخاص بتاعها، برضو نفس نظام الأوضة اللي تحت بالحمام بتاعها. طرقة صغيرة كده. بحاول أولع لكم النور. طبعا الشنطة دي كانت بتاعتي، أنا نمت فيها أنا والولاد الأوضة دي بصراحة. بصوا، ادي الحمام برضو، فيها الدش، فيها كابينة الدش، وفيها الحمام وكل حاجة برضو الحمد لله شغالة. ونفس الكلام تستلمي الحمام نضيف برضو، حتى لو في حاجة مش شغالة بتبعت لهم يصلحوا لك يعني. نيجي هنا بقى، دي الأوضة فيها برضو التكييف. سرير كبير ما شاء الله، 155 سنتي أو 150. في دولاب برضو، طبعا الدولاب كبير زي ما انتوا شايفين كده. فيها دولابين، دولاب كبير اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. دي عشان تعلقي فيها بقى لو بدل او فساتين او اي حاجة في الشماعات. والناحية التانية برضو نفس الكلام. يافطة بتاع دولاب كبيرة قوي كده عشان تعلقي لو في فساتين او اي حاجة. والناحية التانية برضو في دولاب تاني، بس انا مفتحتهوش. ليه بقى؟ لان هو فيه بصراحة مراية، فانا كنت هبان في مراية في النص اهو. حاولت افتح دي بس كده. وفوق هتحطي الحاجة بتاعتك. وعايزة اقول لكم ان هما برضو سايبين بطاطين. انتوا 7 افراد بيسيبوا لكم 7 بطاطين، 4 افراد بيسيبوا لكم 4 بطاطين. كل حاجة متجهزة، وكل حاجة مستنية ومستنظرة الناس تيجي، فاهميني؟ هنا بحاول افتح بقى اوريكم احنا مطلين على ايه بالظبط. تقريبا على المبنى عادي. ادي الاوضة اللي احنا كنا نايمين فيها انا والولاد. الشاليه ده يا جماعة، الشاليه الأوضتين مش التلاتة، عشان انا صورت قبل كده التلاتة، ده الأوضتين بس. هنا بقى ايه، طلعت منه اهو اللي في وش الحمام. نيجي بقى هنا للمطبخ. ما شاء الله المطبخ جميل جميل. بص نفس مساحة المطبخ التاني، او ده اضيق شوية يعني، بس زي ما انتوا شايفين برضو حاطين الكتل. هما اللي جايبين الكتل ده، وكان كده القهوة برضو، باسكت. بصوا كل حاجة، حتى الرشاقة موجودة. بصوا بقى، انا كنت رايحة للدولاب ده، عمالة اقول الدولاب ده بيعمل ايه في المطبخ. طلع الدولاب بتاع اللي هو زي صرف صحي او حاجة زي كده. المهم هنا برضو البوتاجاز اهو. ودي برضو البلكونة الصغيرة. بصوا، يعني ممكن تقفي برضو في البلكونة الصغيرة دي بالليل، او وانت في المطبخ لو سايبه حاجه او واقفه على آلية ولا اي حاجه تقفي فيها عادي خالص. وفي هنا برضو مقشه، انتوا ما بتجيبوش حاجه خالص. ونفس الكلام في المطابخ برضو حاطين كل حاجه اهو. طقم القهوه و 12 كوبايه.
قولي لي كده كده تصدق انا قمت من النوم بحسب ايه؟ قمت من النوم ان انا حلمانه ان انا مش عارفه اتنفس وبعمل كده النفس ما يطلع كده مش عارفه، رحت قايمه واخده وقعدت على السرير. انت متخيله؟ ده اللي قومني. بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي طلعت لي مريتي. لا بس طلعها دلوقتي كده لما تطفى بقى نروح ايه مقلب. يا جماعة انا استقريت روح حمرا عشان هو باين ولا لا. انا يا جماعة كله احمر. يا لهوي. نسيب الشمس. وانحرق ايه بس العسل ده يا روحي يا روحي. لا